السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نشرح فكرة الفيديو بتاعتنا النهارده أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس كل ما ننزل فيديو يوصلكم وتصلوا على النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة فكرة الفيديو بتاعت النهارده وهي فكرة مختلفة شوية. أنا عايزكم خلاص تودعوا المكان ده. المكان ده يا جماعة اللي احنا بدأنا فيه، بس خلاص بقى. أنا طبعا لما كنت بغيب عليكم كنت جايب لكم المفاجأة الكبيرة. أنا كنت برجع لكم شوية مفاجآت، لكن دي المفاجأة الكبيرة. خلاص يا جماعة احنا هنروح استوديو جديد خالص مختلف عن ده. ده المكان اللي احنا بدأنا فيه وفضلنا نصور فيه الحمد لله وحاولنا ننجح فيه الحمد لله. وخلاص يا جماعة هنروح للاستوديو الجديد بتاعنا. وطبعا عايز اقول لكم يا جماعة المكان اللي انا كنت بصور فيه اللي هو جوه اللي هو ده اللي انا كنت بصور فيه ده يا جماعة، ده برضو كان في نفس المكان. يعني ده كان في نفس المكان، لكن المرة دي احنا رحنا استوديو جديد جدا مختلف، مكان مختلف عن ده. انا كنت بحاول اجهز لكم الاستوديو ده يا جماعة والحمد لله خلاص خلص. فاخيرا هروح الاستوديو الجديد، فعايزكم تودعوا ده خلاص. خلاص يعني مش هنصور فيه تاني. تمام، يعني شكرا ليكم. حاولنا ننجح في المكان ده وحققنا شوية حاجات حلوة. فقبل بس هنا ما نروح الاستوديو اللي هناك، أهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناة يوميات حري وقناة حري شورتس. ما تنسوش تشتركوا فيهم، هتلاقوا تحت الديسكربشن في أول كومنت. تمام، وخلاص نودع، يلا بينا على المكان التاني. واحد اتنين تلاتة. طب يا جيش هارلي، اهلا بيكم في الاستوديو الجديد بتاعي. ايه رايكم يا جماعه في الاستوديو؟ الحمد لله يا جماعه خلصت الاستوديو الجديد اللي انا تعبت فيه جدا. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الاستوديو ده احنا غيرنا المكان خالص. غيرناه خالص يا جماعه. يعني الاستوديو اللي احنا بدانا فيه واللي كنا بنصور فيه وبعد كده عملنا معاه استوديو اتغير اللي هو ده يا جماعه. ده برده كان في نفس المكان، لكن المره دي يا جماعه احنا غيرنا المكان خالص. هو ده السبب والمفاجاه الكبيره اللي كانت بتاخرني عليكم. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا كان بيبقى عندي مفاجآت كتير وضغط كتير، فده اللي كان بيخليني اتاخر عليكم عشان اعمل لكم مفاجآت جدا. زي لما كنت بتاخر عليكم كنت بعمل لكم مسلسل جديد ينزل على قناه يوميات هارلي. زي ما كنت بتاخر عليكم كنت بعمل لكم مفاجاه هنا زي فيلم قصير حاجه زي كده يعني يا جماعه. بس دي كانت المفاجاه الاكبر، وكنت كل ما اتاخر اعرف ان هو بسبب ده. الحمد لله يا جماعه خلصت الاستوديو الجديد. ان شاء الله يعجبكم. مستني رايكم في الكومنتات في الاستوديو. قولوا لي رايكم في كلمه جيش هارلي وكلمه هارلي محمود يا جماعه. قولوا لي رايكم، مستني رايكم بجد يا جماعه عشان الاستوديو ده أنا تعبت فيه. ان شاء الله يعجبكم. وعايز اقول لكم يا جماعه ان احنا الحمد لله يوم 22/6 اللي عدى ده يا جماعه احنا كملنا سنه على اليوتيوب. وعايز اقول لكم يا جماعه ان السنه دي لسه البدايه، احنا لسه ما عملناش حاجه. ان شاء الله ارجع لكم. يعني مش هغيب عليكم تاني يا جماعه. الامتحانات وخلصنا والاستوديو خلصته ومسلسل ويعني نكمله يا جماعه. لان انتوا عارفين ان المسلسل دي الحقيقه اتاجل على قناه يوميات هارلي. اول حلقه منه نزلت وبعد كده الاستوديو كان قرب يخلص عشان كده المسلسل اتاجل. لكن بعد كده يا جماعه ارجع لكم بالمسلسل. عايز اقول لكم يعني مواعيد الفيديوهات اللي هتنزل على قناه هارلي محمود. مواعيد الفيديوهات اللي هتنزل على قناه يوميات هارلي هتلاقوها في اخر الفيديو. روحوا شوفوها عشان تعرفوا مواعيد الفيديوهات امتى. وطبعا قناه هارلي محمود شورتس، انتوا عارفين ان احنا بننزل عليها شورتس كل يوم، فدي ملهاش مواعيد، دي بننزل عليها كل يوم. وعايز اقول لكم يا جماعه ان انا في السنه دي حاولت ان انا اطور لكم حاجات كتير. زي ان انا افتح لكم قنوات اكتر والحمد لله فتحنا قناتين. وزي ان انا حاولت اعمل لكم حاجات زي مسلسلات فيلم قصير جنب المحتوى بتاعي. الحمد لله يا جماعه الحمد لله الحاجات دي كلها بتعجبكم. فالحمد لله حاولت اوصل لحاجات احسن وان شاء الله لسه مكمل. عملت لكم استوديو جديد وانا بجد يا جماعه مستني رايكم جدا في الاستوديو الجديد. وعايز اقول لكم يا جماعه بفضل الله والحمد لله وصلنا 1000 مشترك على قناه هارلي محمود شورتس. لو انت لسه ما تعرفش قناه هارلي محمود شورتس هتلاقيها تحت في الديسكربشن واول كومنت. روح اشترك فيها جدا يا جماعه. المحتوى بتاعها يعجبكم جدا، روح اشترك فيها. ما تنساش تخش جروب الواتساب لان في منكم كتير مش في جروب الواتساب، وانا يا جماعه لما كنت غايب كنت بتكلم هناك، فخش بقى جروب الواتساب. تمام يا جماعه. واخر حاجه بقى يا جماعه رايكم في الكومنتات على الاستوديو. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا بفرح جدا لما بلاقي حد بيكتب لي كومنت على الفيديو بتاعي، بفرح جدا. وكمان بفرح اكتر لما يكون بالذات يوتيوبر. زي يا جماعه اقرب حاجه الفيديو اللي فات ده اللي هو بتاع استنى المفاجاه. عايز اقول لكم يا جماعه ان اليوتيوبر ميس رضا كتبت لي كومنت وانا فرحت جدا ان هي عجبها فيديوهاتي بتتفرج على فيديوهاتي، فيعني شكرا ليها. وعايزه بقى عايزك تقولي لي ايه رايك في الاستوديو بتاعي الجديد. مستني رايك في الكومنتات، قولي لي وايه رايك في الفيديوهات يعني ان شاء الله تعجبك يعني.
بس يا جماعه ده اللي انا كنت هقوله في الفيديو ده. ان شاء الله الاستوديو الجديد يعجبكم. وخلاص بقى يا جماعه، اهم حاجه ما تنسوش تشوفوا مواعيد الفيديوهات عشان تعرفوا الفيديوهات بتاعتنا هتنزل امتى. مش هغيب عليكم تاني ان شاء الله. وبس كده يا جماعه، ده اللي انا كنت عايز اقوله. وبس كده يا جماعه، ده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس كل ما ننزل فيديو يوصلك. ولو ما شفتش الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكربشن. اهم حاجه ما تنساش تخش جروب الواتساب القناتين هنا تحت في الديسكربشن. بس كده، سلام.